سخن علينا ومحتاجين ديودرنت مزيل عرق بشكل ضروري جدا، والناس معظمها تقريبا بيشتكي من اسمرار منطقه تحت الابط. طب نعمل ايه؟ احسن نوع مزيل عرق، طب نعمل مزيل عرق طبيعي. الناس موتراني في الكومنتات من شهر فبراير ان الصيف دخل واحنا محتاجين مزيل عرق، عايزين نعمل مزيل عرق طبيعي، محتاجين احسن نوع. انا عارفه اني اتاخرت بس بالراحه. الفيديو ده هقول لكم سبب الاسمرار مع استخدام الديودرنتس، وهقول لكم ازاي نعمل ديودرنت او مزيل عرق طبيعي. وخلي بالكم على فكره هو مش طبيعي قوي، يعني هو 80% طبيعي لان احنا هنستخدم فيه ماده كيميائيه. مبدئيا كده عايزه ابدا الفيديو ده بان انا اكلمكم عن طبيعه الديودرنت. ما هو مزيل العرق او مزيل الرائحه؟ واي حاجه بتتصنع فيها ماده كيميائيه بتتفاعل مع العرق وبتعمل طبقه من الجل على الجلد، وغالبا الماده الكيميائيه دي هي بتكون املاح. وعندي نوعين من الاملاح، اما الصوديوم بايكربونات او الايلم سولت وهي املاح الالومنيوم. طبعا الصوديوم بايكربونات وهي بيكربونات الصودا، ودي مش محتاجه اقول لكم قد ايه مضره ومنيله ب 60 نيله وممكن تعمل حساسيه وتعمل اصفرار وتعمل حاجات كتير جدا، فدي مش موجوده في اي منتج الحمد لله. دلوقتي كل المنتجات تقريبا معتمده على الايلم سولتس او املاح الالومنيوم اللي هي الشابه. ناس كتير جدا منكم بتستخدم الشابه لوحدها سواء باودر او سواء كتله زي ما هي كده وبتستخدمها، بس ده مش افضل حاجه لان وقتها احنا بنستخدم كميه كبيره قوي منها وبتعمل لي مشاكل كتير، وطبعا مشاكل الليمفاتيك نوديلز في المنطقه دي، العقد الليمفاويه وانتفاخ فيها وحاجات احنا في غنى عنها. فيفضل ان انا استخدم الشابه دي في تركيبه معينه ان انا اصنعها، وهقول لكم بتتصنع ازاي في اخر الفيديو. او يفضل ان انا استخدم منتج، المنتج ده هو نفسه هيكون مدخل لي الايلم سولتس او املاح الالومنيوم، لان هو ده الماده الفعاله الاساسيه اللي بتتفاعل مع العرق وبتكون لي طبقه من الجل بتكون تحتوي على ماده مضاده للبكتيريا، فبالتالي ما يطلعش ريحه لان البكتيريا هي اصلا اللي بتكون مسؤوله عن الريحه. وطبقه الجل نفسها هتسد المسام بشكل او باخر، فتمنع ان العرق يطلع بشكل متكرر قوي، فتديني حمايه من العرق ومن الريحه لمده ممكن توصل ل 48 ساعه. يعني ده مش كلام اعلانات، ده فعلا ممكن يحصل، وممكن يحصل من حاجه انت بتعمليها عادي في مطبخك، يعني مش افتكاسه عملوها في المنتج بتاعك. ممكن نعرف ليه ممكن يحصل اسمرار في المنطقة دي مع استخدام مزيلات عرق سيئة؟ صبغة الجسم اللي هي الميلانين مش حاجة موجودة في جسمنا علشان تقدرنا أو تضايقنا. الميلانين موجود في جسمنا علشان يخدمنا. الصبغة موجودة في شعرنا اللي هو موجود على فروة راسنا، اللي هي موجودة على مخنا بشكل مباشر علشان يحمينا من أشعة الشمس الفوق البنفسجيه. يكون ربنا كرمني وشعري اسود او بني واروح انا افتحه اخليه بلوند، واصلا الصبغه دي محدش لاقيها حضرتك علشان بتحمي المخ من اشعه الشمس فوق البنفسجيه. يعني دي وظيفه الصبغه الاساسيه. لما بيحصل التهاب في الجسم بيبدا يستدعي انزيماته وعوامل الالتهابيه بتاعته ومضادات الالتهابيه الطبيعيه بتاعتها. اهم مضاد التهاب موجود في الجسم ومن اقواهم هو الميلانين، صبغه الجسم. عشان كده في بعض الادويه دلوقتي مضاده للالتهاب بتعالج الحروق وكده، من موادها الفعاله الاساسيه الميلانين. تخيلوا صبغه الجسم بيحاولوا يعملوا منها بديل مصنع عشان يعالجوا الالتهابات. فبالتالي لما انا استخدم ديودرنت او اي منتج فيه مواد فعاله سيئه او مواد حافظه مضره مره في الثانيه في الثالثه، يبدا الجسم يستدعي الميلانين. الحقي بقى في حاجه الاستاذ بيستخدمها بشكل متكرر بتسبب التهاب في المنطقه دي، لو سمحتي روحي الحقي الموقف، بدل ما يحصل التهاب يمتد للعقد الليمفاويه وبعد كده يعمل لي لا قدر الله تضخم في العقد الليمفاويه ويسبب لي سرطان في العقد الليمفاويه اللي موجوده في المنطقه دي. انا الحق الموضوع، يعني يحصل لي التهاب وسرطان وتضخمات في العقد الليمفاويه وفي المنطقه دي وفي الجلد، ولا يحصل لي شويه اسمرار؟ لا طبعا، لو اتحط قدامكم كل الاوبشنز هتقولوا ايه؟ اسمرار. فالاسمرار ده معناه الجسم بيقول لكم ايه؟ خلي بالكم انتوا بتستخدموا حاجه غلط، يعني في خطوره، المنطقه دي ما ينفعش ان انا استخدم لها حاجات رديئه. فوجود اسمرار معناها وجود عادات خاطئه، بلبس لبس بيسبب لي حساسيه، بستخدم ديودرنس فيه مواد حافظه او مواد فعاله بتعمل لي حساسيه، لازم اوقف اي منتج بستخدمه في المنطقه دي. طرق ازاله الشعر غلط، بستخدمها غلط بتسبب لي حساسيه، ما ينفعش الروتين اللي انا بستخدمه، لازم اعدل روتين ازاله الشعر، لازم اغير الديودرنت اللي انا بستخدمه، ولازم اوقفه فتره عشان اعمل استشفاء للمناطق دي الالتهاب اللي فيها يهدى شويه، ولازم ان انا البس لبس قطني معظمه واراعي شويه المنطقه دي علشان هي ما ينفعش تلتهب. لكن مبدئيا هنوقف مزيل العرق اللي بيعمل لي حساسيه، هلاقي بنسبه 70% المنطقه دي فتحت جدا. طب ايه، اسيب نفسي عرق وعفن يعني ولا ايه ويطلع لي ريحه؟ لا، هنستبدله بحاجات امان، منتجات امنه او حاجه طبيعيه احنا هنحضرها. 3 انواع مهما حصل ما تقربوش منهم، وده بسبب وجود مواد حافظه مضره وكمان وجود مينرال اويلز زيوت معدنيه، وهيسبب لي اسمرار واضح جدا وسريع جدا. ريكسونا من اسوأ مزيلات العرق اللي ممكن اي حد يستخدمها.
نوع تاني اسمه سيكريت، من أسوأ مزيلات العرق اللي ممكن تستخدموها. ونوع كمان اسمه سوافي، وده ما شاء الله جامع ما بين حاجات كتير قوي غلط، منها الزيوت المعدنيه والمواد الحافظه السيئه وحاجات كتير قوي قوي. ده برضو ما تستخدموش. دول كده اللي انا عايزه احذر منهم. يلا بقى نتكلم على الديودرنت الطبيعي. الديودرنت الطبيعي برضه هيبقى نفس فكره الديودرنت المصنع. هستخدم ملح يعمل لي الوظيفه بتاعه الجل اللي بيتم تكوينه على طبقه الجلد لما بيتم افراز عرق، وده بيكون الماده الفعاله الاساسيه. عشان كده قلت لكم مش هنسميه مزيل عرق طبيعي، لان هو بيكون داخله ماده فعاله. الشبه، كل دي مسميات للإيلم سولز او املاح الالمنيوم. هي الشبه لازم يكون معاها حاجه شمعيه وحاجه دهنيه، علشان اقدر ان انا اوزع الملح ده على الجلد وما يحصليش جفاف وما يحصليش حساسيه منه، وفي نفس الوقت يخفف شويه التفاعل بتاعه مع الجلد، لان هو لوحده بيسبب حرقان وبيسبب التهاب برضه بنسبه. فلازم ان انا استخدمه في وسط شمعي دهني. افضل حاجه بستخدمها للمنطقه دي هو دهون نباتيه زي جوز الهند، عشان بيديها كده ستراكشر، بيكون فلافي كده ويكون رطب شويه، وشمع النحل او شمع العسل زي ما بتسموه، وزبده الكاكاو، لان زبده الكاكاو كمان بتساهم في تفتيح المنطقه دي شويه. وانا بقى حبيت ان انا اضيف حاجه تكون انتي بكتيريال، مضاده للبكتيريا، علشان ما يظهرش ريحه. زي ايه كده حاجه مضاده للبكتيريا؟ هي حاجه زي عرق السوس. انا ممكن استخدم عرق السوس، مستخلص عرق السوس او زيت عرق السوس، او حاجه بقى اقوى منه ودي مفاجاه، الروزماري. من اهم واحسن مضادات البكتيريا، عشان كده في ناس كتير جدا بتستخدمه لمقاومه الحبوب، وبرده مقاوم للالتهاب قوي جدا، عشان كده احنا اتكلمنا عنه وبنستخدمه في علاج الصلع الوراثي. بس انا اخترت ان انا استخدم زيت الروزماري مع التركيبه دي كحاجه مضاده للالتهاب ومضاده للبكتيريا، فبالتالي هتمنع لي تكوين البكتيريا وتمنع لي تكوين ريحه سريعا. يلا بقى نشوف احنا ازاي حضرنا التركيبه دي بالتفصيل، خطواتها كده عشان تركزوا قوي معايا، وبعد كده نرجع نختم الفيديو. الموضوع سهل جدا وبسيط. كل اللي انا محتاجاه 3 معالق من الشبه، وشمع عسل، وزبدة كاكاو خام، ومسك، وزيت جوز هند عضوي، وزبدة افوكادو، وروزماري مجفف. وانا بحضر الزيت او بجيب الزيت نفسه عشان هو ده اللي هستخدمه. كل الكلام ده بلاقيه عند العطار، عند اقل وابسط عطار ممكن تلاقوا الكلام ده كله. ببدا التحضير في ان انا بعمل حمام ميه سخنه، وبحط فيه فخار او اي حاجه معدن، واحط فيها شمع العسل مع زبده الكاكاو وشويه مسك، واستنى لما يسيحوا خالص، وافضل اقلب فيهم كل شويه. شمع العسل اهم حاجه في اللي احنا بنعمله ده، علشان هو اللي بيمنع وجود اي حساسيه من اي حاجه حتى لو اورجانيك في الخليط ده. وبعد كده بحط معلقه كبيره من زيت جوز الهند العضوي، وبكرر لازم شمع العسل علشان ما يحصليش اي اضرار من اي حاجه انا مستخدماها، وبسيب كله يسيح مع بعضه في الحراره بتاعه حمام الميه. وبعد كده بحط ربع معلقه او نص معلقه من زبده الافوكادو، وده حلو جدا وبيمنع الاسمرار. وانا بنزل 3 معالق الشبه على الخليط ده وهو سايح وهو سخن عادي. وبعد كده بحط معلقه من زيت الروزماري. طب ليه زيت الروزماري وايه فايدته؟ مضاد للبكتيريا، هو ده المسؤول عن عدم وجود ريحه. الشبه بتمنع الميه والرطوبه الزياده، والروزماري هو اللي بيمنع البكتيريا اللي بتعمل ريحه. بعد كده بكب الخليط ده كله في طبق صغير او في عبوه اقدر اقفلها، وبقلبه كويس في الطبق ده واسيبه ساعه. بعد ما الساعة تخلص باجي كده بدرجة حرارة الغرفة الاقيه جمد لوحده طبعا، وده بفضل شمع العسل اللي بسبب الزبدة والزيوت اللي انا حطيتها بيكون فلافي كده شوية وسهل ان احنا نطبقه زي الرول اون بالظبط، وبكده يكون امن جدا وجاهز معانا. دي كده النتيجة النهائية اللي بتكون معايا. ده المفروض ان هو لو اتساب في درجة حرارة عادية بيبقى قريب جدا من الحاجة اللي موجودة في الرول اون، تمام؟ يعني هو شبهه بالظبط، وريحته مش وحشه، ريحته كويسه جدا، ولو انا حطيته هيفيلي بالغرض جدا جدا، وهيحميني من العرق وهيحميني من الاسمرار وهيحميني من حاجات كتير جدا. انا كده قلت كل اللي انا عايزاه في الفيديو ده، واعتقد ان الفيديو يعتبر وافي جدا للنقطه دي. وبرده لو عندكم اسئله سيبوها لي في الكومنتس، ولو عندكم اي اسئله عن اي منتجات ليها علاقه بالموضوع ده سيبوها لي في الكومنتس، وان شاء الله انا بوعدكم هنتكلم عن تفتيح المناطق الحساسه بامان جدا، وعلى فكره بقى بسرعه، يعني من مرتين كده هتلاقوا في نتيجه ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتوا. لو استفدتوا اعملوا لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، اعملوا كومنتس قولوا لي رايكم،
تجربتكم ان شاء الله لما تعملوها. ان شاء الله هرد عليكم بعد اول ساعه من تنزيل الفيديو. بعد كده ان شاء الله اول ما اشوف الكومنتات باذن الله ارد على طول. اعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجايه، فيديوهات مهمه جدا ان شاء الله. واعملوا فولو على السوشيال ميديا عشان هناك في محتوى مختلف، التواصل بيكون احسن، بنعمل اسك وبنطلع لايف. ميرسي ليكم ان انتوا شفتوا الفيديو لغايه دلوقتي، وباي باي.